احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سالوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والسادة المشاهدون حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذا العدد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه شيخنا السعيد، مرحبا بك. الله يسلمك يا أحمد، الله بارك يبارك الله فيك. فيك. الله فيك. كما نرحب بالسادة المشاهدين عبر لغة الإشارة، ومنهم نرحب بزميلنا فيصل الذي سيلتحق بنا بعد ثوان لترجمة هذا اللقاء عبر هذه اللغة. يقول تعالى في محكم التنزيل في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. مراقبة ومحاسبة أنفسنا لرقابة الله علينا من خلال ما خلق الله من أمور في هذه الحياة. نتعرف عن الرقيب العتيد مع الشيخ السعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قال ربنا في آية القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في سورة قاف في الآية رقم 18. هذه الآية في سورة قاف إذا تأملنا مقاصدها وإذا تعمقنا في فهم أسرارها لا بد أن نحقق جملة من الثمرات. على رأس هذه الثمرات إدراك بأن الله عز وجل مطلع على أسرارنا وخفايانا، مطلع على ما يتلفظ به الإنسان من أقوال، بل ما توسوس به نفسه كما جاء في آية أخرى في سورة قاف. هذه الثمرة الأولى. فإذا أدرك الإنسان بأن الله مطلع على السر وأخفى، مطلع مدرك لكل ما يتلفظ به من أقوال، من كلام، من ألفاظ، لا شك أنه سيستشعر معية الله، سيستشعر رقابة الله جل جلاله، وهذه ثمرة ثانية. ومما يؤكد هذه الثمرة ما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت يعني في كل زمان وفي كل مكان. حيثما عند أهل اللغة زمكانية. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن فاستشعار معية الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يفكر ويتأمل ويفكر في عواقب تصرفاته وأقواله وألفاظه، لأنه يعلم علم اليقين بأن الله هو رقيبه، ويعلم بأن الله عز وجل مطلع على جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته، وأنه مسؤول عما يتلفظ به لسانه. صحيح. لأن اللفظ كما يقول علماء الشريعة الألفاظ تبرم بها العقود. صحيح. لأن العقود في أصلها تبرم بالألفاظ، ولكن التوثيق يدخل في باب آخر في فقه الشريعة، في باب المصالح المرسلة. وإلا فالأصل في إبرام العقود هو اللفظ الذي يصدر من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي، ويسمى بلغة الفقه الدقيق الإيجاب. واللفظ الثاني الذي يصدر من الطرف الثاني
موافقا ومطابقا لمضمون الإيجاب يسمى بالقبول. الإيجاب والقبول تتحقق الصيغة إذن بالألفاظ، ثم توثق بعد ذلك في الوثائق الرسمية المختلفة، ولكن الأصل في إبرام العقود هو الألفاظ. إذن اللفظ يرتب آثارا في حياة الناس، ويرتب آثارا كذلك في علاقة الناس. يعني إذا كان الإنسان تلفظ بلفظ جميل، بلفظ يزرع الأمل، بلفظ يزرع الصلح والتسامح والمحبة بين الناس، لا شك أن هذا اللفظ يؤثر في من سمع، يعني في من بلغه وفي من تنا إلى مسامعه، يعني ذلك اللفظ. والعكس صحيح، اللفظ أيضا قد يؤدي إلى فتن، وقد يؤدي إلى قطع الأرحام، وقد يؤدي إلى وقوع حروب. يعني كم من حرب وقعت بسبب لفظ، وكم من طلاق وقع بسبب لفظ، وكم من فتنة حصلت بسبب ألفاظ، بسبب كلمات إلى غير ذلك. فهذه ثمرات يعني ثمرات تأملنا في هذه الآية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم أن هذا القول به يبرز الله عز وجل الحق، به يقوي الحق، به يضعف الباطل، وبه يثبت الإنسان في حياته. ربنا قال في آية القرآن في سورة إبراهيم في الآيتين 26 27، يقول ربنا جل جلاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. سبحان الله، شوف هذا التعبير البليغ، هذا البليغ في آية القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن يتحقق الثبات بالقول الثابت من عند الله عز وجل، ونحن أيضا يثبت بعضنا بعضا أيضا بالأقوال، بالألفاظ، أيضا يدمر بعضنا بعضا أيضا بالألفاظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الكلمة في ميزان الشريعة، وهي الثمرة الأخيرة، لها وزن كبير. بالكلمة نبني، بالكلمة ندمر، بالكلمة نثبت، بالكلمة نمزق، بالكلمة نزرع الأمل، بالكلمة نزرع اليأس. فلذلك والإنسان وهو يستخدم لسانه قد يحول ألفاظه إلى مصدر حسنات، وقد يحول ألفاظه إلى مصدر السيئات. الذي يذكر الله بألفاظه بلسانه يحصد حسنات لا حصر لها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعلماؤنا قرروا بأن الذكر الذي الجميل الجيد هو الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. صح. الإنسان يذكر الله بقلبه، هذه درجة، والدرجة الأرفع أن يذكر الإنسان ربه بقلبه، بحضور قلبه، مع مرافقة لسانه. اللسان مترجم لما يشعر به الإنسان في قلبه من ألوان الحمد والشكر والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان بألفاظه ممكن يحصد حسنات لا حد لها ولا حصر. هو يمكن أيضا لا حول ولا قوة بالله أن يعني يحصد سيئات أيضا بألفاظه وأقواله وبلسانه. لذلك قد يكون هذا اللفظ مصدر حسنات وقد يكون مصدر سيئات. والضامن في كل وصمام الأمان في كل ذلك هو قول الله عز وجل في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه بعض معاني هذه الآية الكريمة. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري، وأحسن الله إليك. شيخنا سعيد، هذه المعاني بمختصر قليل باللغة الأمازيغية. نعم. تفضل. سيدي ربي ذي الآية 18 دي سورة قاف، يعني مديننا أمثل ما لا ينطق سيلسيس أين كندينا سيلسيس ربي حصاث
ربي يزرى يحصى أين يفرن وين دي ظهرا ثقيس في الجهة سي الجهة نظن أمذا ما يزرى باللي ربي يزرى كلش إلى قد يرى ظهر إلى قد يحزف قبل أن ينطق سوال إلى قد يسعد ذو غرفال ما ذوال يفنون أثيديني ما ذوال يسهدون في دي قرارة ما ذوال يزيزديا أثيديني ما ذوال يسلوغون في دي قرارة ما ذوال يسذكولا أثيديني ماذا ولي فطون وثيدي قرارة ماذا ولي ينفعنا في ديني ماذا ولي يصدرون في دي قرارة أول ذوال ذي رحم ربي وسينان اسمي لوال يسعى غزال سوال يكزمر يخدم بنادم أين الهان ولكن ذا سوال يزمر ذي يخدم أين ندير وربي ذي القرآن الكريم يغدينا ذكر ربي ذا طاس أن ذكر ربي سيل سون النغ سولا ونغ سيل سون النغ أما كان يزمر يون سواليس أديو الحسنة ثم قرانين أما كان يزمر أديو السيئات الذنوب ثم قرانين سيل سيس أشحال المحنة قضران السبا ذي لساون ذي مسلاين وشحال يعني قفضان يرتسد ويثيروا السبا ذوال وشحال بوثمثني قفضان وشحال قمدوكا لقفضان وشحال تخسرين قضران السبا ذوال ذا سيل جهة النظام أولني يقلهان الخير البح ذوال يتظن السيرم السبعة ذن لياس ذوال يزرع الحمالة ماشي ذين ندير ذوال ينفعن ماشي ذوال يضرن ذميغ دينا ربي يسوى لاقي ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد باش مذن قبل ديني وال إلى قد يسعدي ذو غرفال وإلى قد يميز وإلى قد يحزف غرزدات وذي حصب لي ربي يزرع أين يفرن أين يظهر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد وأحسن الله إليك. سؤالين متبقيين من الحلقات الماضية. طبعا أختنا تسأل عن أنها وجدت اختلافا في عدد آيات سورة الكهف. شيخنا بما تجيبها؟ نعم يا أختي الفاضلة، سائلة سألتنا عن اختلاف عدد آيات القرآن الكريم في سورة الكهف. الجواب: أولا يا أختي الفاضلة، ليس هناك اختلاف في هذه الآيات، ولكن الاختلاف هو في تقطيع الآيات، ما يسمى في رؤوس الآية. هناك علم يسمى بعلم الفواصل، يعني فواصل الآيات، أو يسمى بعلم العدد، واشتهرت بعض الطرق في العد. كاين ما يسمى بالعد المدني الأول، العد المدني الأخير، العد المكي، العد الشامي، العد الكوفي، العد البصري. كل هذه أعداد يعني معروفة في علم الفواصل أو في علم العدد أو في علم رؤوس الآية. وباش نوفر عليك يا أختي الفاضلة، حكمي مصحف رواية حفص عن عاصم، تلقاي 110 آيات في سورة الكهف، وآخر آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية هي الآية الأخيرة من سورة الكهف، الآية رقم 110. إذا رحت إلى رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، من طريق الأزرق ستجدين نفس العدد، أي رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ستجدين نفس العدد، يعني 110 آيات. ولكن لو عدت إلى مصحف آخر، إلى رواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية، تلقي فيه 105 آيات. 105 آيات. أكيد أنت وجدت ربما قرأتي في مصحف 110 صح، وفي مصحف 105. إذا كان قرأتي في حفص وبعدين قرأتي في ورش، ربما ما يكونش هناك إشكال لاختلاف الروايات في بعض الألفاظ وبعض الأمور، يعني الوقت يتسع للتفصيل فيها. نعطيك مثال، مثلا في سورة الأنبياء، سورة الأنبياء في الآية 25 رب يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه عند حفص وعند حمزة وعند غيرهما. ولكن روحوا إلى ورش وقالون والدوري والسوسي، واش يقولوا؟ لا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى، ماشي يوحي، يوحى إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بلا ما ندخل في هذه التفاصيل، الآن من حقك أن تسألي، تقول: أنا وجدت أنا في رواية ورش
في رواية ورش مصحف في رواية ورش، ولقيت مصحف آخر رواية ورش هذه 105 وهذه 110. نعم شيخنا سامح لي برك، يحين الآن مشاهدينا الكرام موعد نكمل أذان إن شاء صلاة الله. المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. شيخ سعيد. نعم تقبل الله صلاة الجميع، ونحن نصلي بعد البرنامج إن شاء الله تعالى. طيب إذن أعود فأقول وبالله التوفيق أنه هذا علم فواصل الآيات أو علم العدد. هذا العلم قلت فيه اشتهر منهم 6: المدني الأول، المدني الأخير، المكي، الشامي، البصري، الكوفي. بينت هذا، قلت موجود اختلافات في تقطيع الآيات، بين هذه الروايات. وذكرنا على سبيل المثال مدام الأخت سألت عن الاختلاف في عدد الآيات في سورة الكهف، بعض المصاحف فيها 105 آية وبعض المصاحف فيها 110 آيات. قلنا الآيات هي ولكن الاختلاف في التقطيع فقط، وسأبين ذلك. بالنسبة لحفص عن عاصم قلنا 110 آيات، وورش عن نافع من طريق الأزرق 110 آيات، ولكن ورش عن نافع من طريق الشاطبية 105 آيات. الآن متفاهمين؟ درك يا أختي الفاضلة، كل ما تفتحي المصحف شوفي في المقدمة ولا في الخاتمة في النهاية، إذا كان لقيتي من طريق الشاطبية تلقى 105 آيات، وإذا كان من طريق الأزرق ورش عن نافع من طريق الأزرق تلقاه 110 آيات مثل حفص عن عاصم. ولكن من حقك أن تسأل الآن هل فيها نقص في الآيات؟ الجواب لا. من أول آية إلى آخر آية ربي يقول سبحانه عز وجل في آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن وراه الاختلافات. نقول لك إذا المصحف بين يديك روحي الآية رقم 22 تلقى وين تقطع كان في كلمة قليل، تلقى الآية 22 قليل. روحي للآية رقم 82 سبب، الآية رقم 85 سبب، الآية رقم 89 سبب، الآية رقم 103 أعمالا.
إذن هاي 5 آيات، هذه هي الفارقة، هذه هي الفارقة. عدد في المصحف اللي فيه موجود 110 آيات، معنى تزيد كاين 105 زيد 5. وهذه هي في المصحف اللي كيف في طريق الشاطبية كما قلنا وين كاين 105 آيات، معنى نقص الأعداد ما نقصوش الآيات، الآيات ما نقصتش، ولكن اللي نقص فقط الأعداد في تقطيع الآيات. أنا رشدتك مباشرة، روحي الآية رقم 22 وين كاين تقطيع النهاية قليل، الآية 82 سببا، الآية 85 سببا، الآية 89 سببا، الآية 103 أعمالا. جميل. وتلقاي الإشكال انتهى نهائيا إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك شيخنا وشكرا جزيلا. هذه أختنا ليندا من وهران شيخنا تسأل عن الإجهاض، ويبدو أن زوجها يدفعها لهذا العمل. نعم والله يا أختي ليندا، جزاك الله خيرا على هذا السؤال، لأنه هو سؤال في الحقيقة يتكرر كثيرا. ويعلم الله أنه في أقل من 15 يوم أكثر من 9 حالات نتاع الإجهاض جاء السؤال، وكان جوابي صريحا واضحا وضوح الشمس، يعني في شكل رسائل. أرجوك جاي سؤال، وقفني يا أخي أحمد. لا مرحبا، نكمل ثم نشرح إن شاء الله، عندنا الوقت. الرسالة الأولى قال ربنا في أي القرآن: ونقر في الأرحام ما نشاء. سبحان ربي ما شاور حتى واحد. سبحان. إذا كتب ربي سبحانه يرزق إنسان، يعني يرزقهم طفل ولا طفلة، هو حر. سبحان. ربي هو اللي يقرر. ونقر في الأرحام ما نشاء، هذه رسالة رقم 1. رقم 2: من حقوق الإنسان حقه في الحياة. الإنسان هذا ماشي غير اللي يعيش، أحمد ولا فيصل ولا الأخ يونس ولا أنايا ولا، كلنا بشر. إذن حتى اللي كان في بطن يماه، وهذا أولى بالرعاية والحماية، خطر ما يقدرش يزقي، ما يقدرش يعيط، ما يقدرش يقولوا يا ناس اتقوا الله، أين حقي في الحياة؟ أنا عندي الحق نعيش. كلنا كنا في يوم من الأيام أجنة في بطون أمهاتنا. يعني لو كان الوالدين تاوعنا قرروا الإجهاض ما نتلاقاوش اليوم على الهواء مباشرة. صح. ليس كذلك. صح. نقول هذا الكلام بهذه اللغة لأن هذا الأمر أصبح طامة كبرى تهدد الكثير من الناس. وباش نقول لكم بيني وبينكم، قريت آخر مرة يعني تقرير نتاع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان الإجهاض المجزرة البشرية. أعوذ بالله. نعم، هذا عنوان لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية. إذا كان الآخرين ما عندهمش دين ولا عندهم دين محرف يدبروا راسهم، ولكن وحنا مسلمين يعني وراه تديننا في هذا الموضوع. أين هو تديننا؟ ولا هكذا برك يعني أي واحد يقرر يقول خلاص قررنا، ولا بعض الناس يقول نفخ الروح وبعد نفخ. واش الروح هذا؟ الروح هذه من نهار اللي إذا إن شاء الله يكون عنده دقيقة هذاك الطفل في بطن يماه خلاص انتهى، هو مشروع إنسان. يفهموا هذه العبارة، بروجي نتاع بنادم هاو جاي بعد 9 شهور يجي للدنيا هذه. علاش نقولوا درك لا بعد طبعا اكيد موجود من باب الامانه العلميه هناك خلاف فقهي في المساله يقينا، ولكن خلينا نفتي بما نراه صوابا وبما نراه يحقق يعني حقوق الانسان ويرعاها، خاصه بالنسبه للضعفاء سواء هذا الجنين في بطن امه ولا الزوجات الضعيفات. يعني هذيك الزوجة اللي يضغط عليها زوجها بالشونطاج، يعني يقولها يا تدير الإجهاض ولا نطلقك ولا ندمرك ولا ندير هذا الكلام، ألوان التهديدات راهي تطلق. يعني هاك نقول اتقوا الله. واش نقول لكم؟ خافوا ربي برك، ديروا في بالكم بلي ربي يحاسبكم ويحاسبنا يوم القيامة جميعا. هذه الرسالة الثالثة ولا الرابعة، نسيت عدد الرسائل. رسالة أخرى ما هي؟ يقول لك يا ولدي جات ليكوغرافي، قال لك وقيل راه مشوه، وقيل هو الطريحه كاع خذيناها في وقيله هذه. صح. وكاين بزاف ليكوغرافي هذه الاشعه اللي وفيها اخطاء اقولها واتحمل مسؤوليه ما اقول، وهذه بشهاده الاطباء الخبراء. ورويت حكايه في هذا المجلس يعني في اكثر من مره واحد يعني جابوا ليكوغرافي طفله في بطن يماها، يعني تبان كانها وحش. سبحان الله. كانها هكذا توريها ليكوغرافي كانها وحش. وطبعا نصحنا هذه الأم، قلنا رحم بابك ما تديريش الإجهاض. ونهار اللي زيت يا أخي أحمد يعني الله أكبر كاملة تماما، الكمال البشري. واش صرا؟ عندها شعر طاح على وجهها شوية هكذا، خلقت ربي سبحانه،
وشعر هذاك بينها كأنها وحشية ما في شيء، وهي كاملة تماما ما عندهاش لا عاهة ولا شيء. يلا نروح بعيد، صحيح. فرضا فيها عاهة، يعني أين الإشكال؟ وهذا الإنسان اللي يمرض، كاين اللي مرض عمره 50 سنة، كاين اللي مرض 70 سنة، كاين اللي مرض 20 سنة، وكاين اللي مرض عنده 40 يوم، عنده 4 أشهر في كرشيمة مريض. أين الإشكال يعني؟ وهذا المرض معناها ما لازمش يجي في بطن الأم، يجي وقت ما حب ربي وخلاص. صح. ثم رسالة أخرى، أما هذوك اللي يديروا الإجهاض خاطر عنده بزاف أولاد، هذه كارثة كبيرة يعني. لا حول ولا قوة. هذه كارثة كبيرة، يقول لك عندي 4 ولا 5 بزاف علينا وكذا، والنفقة مش عارف ايه، يا ربي يعطى له الرزق معاه. ربي قال لا تقتلوا أنفسكم إذا كان بكم رحمة. ماشي هذه الآية؟ لا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية أخرى خشية إملاق، يعني إذا كنتم فقراء ما تخافوش ما تقتلوش أولادكم على جال الرزق، وإذا كان خايف من الفقر، وتلك الطامة الكبرى، لأن الرزاق هو الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بالك بسبب هذاك الولد كي يجي ربي يفتح لك البركات من السماء والأرض. رسالة أخيرة، متى يجوز الإجهاض؟ يجوز الإجهاض في حالة واحدة بالضبط، فقط إذا كان حياة الأصل وهي الأم مهددة بخطر الموت. أطباء يشهدوا بلي نعم هنا يمكن التضحية بالفرع، حياة تاعو يعني منتظرة وليست محققة، بالحفاظ على الأصل وحياتها محققة. يعني في تفاصيل، وهنا ضرورة بحث المحظورات وغيرها من النصوص الشرعية التي نستثمر في هذا الباب. نقول أخيرا الإجهاض لا يجوز، حرام. بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا السعيد. نشرع في استقبال المكالمات، ولكن قبل ذلك عندنا سؤالين أيضا مرتبطين، معليش. أيضا هذا سؤال يونس يسأل شيخنا، أولا يقول بأنه الواحد يشتري دواء دون بطاقة التأمين، يشتريه بشكل مباشر، ثم يجمع لدى طبيب يعرفه جميع الأدوية التي اشتراها في وصفة واحدة، ويسترد بها أمواله عبر بطاقة التأمين. هل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز هذا العمل. لماذا؟ لأن الوثيقة تخالف الحقيقة. لأن هذه الشهادة التي كتبها الطبيب تخالف الحقيقة، والشرع يلزمنا بالحقيقة. هذا مكان. وهذه الصورة، والصورة اللي ما عندوش تأمين يروح للطبيب يقول له اسمك، يقول اسم نتاع هذاك اللي عنده تأمين. أيوة صح. مثلا هي اسمها فاتحة، ما تقولش فاتحة، تقول الجوهر. ولا هو اسمه عبد القادر، ما يعطيش الاسم تاعو الحقيقي، يقول انا اسمي عبد الرحمن. باش يعني كل هذا لا يجوز شرعا. اكيد درك واحد يقول هذه حاجه بسيطه، يعني فيها ايه وفيها مرض وفيها كذا، ولكن مع ربي يا جماعه الخير ما ينفعش هذا الشيء. لان واحد يسرق 100 فراك ولا يسرق 100 مليون ولا 100 مليار، هي سرقه، وين نصنفوها؟ هي سرقه. اذا كان ضرت بحث المحظورات عندها مجال في سورة البقرة الآية 173، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قواعد الضرورة مضبوطة بضوابط دقيقة تجعل الإنسان لا يخالف الحقيقة. هذا الذي نراه صوابا والله أعلم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ربما مضاف إليه ولكن تكون قد أجبت عليه. يقول أن الزوجة تملك التأمين 100% والزوج 80%، حتى إذا سأله الطبيب ما اسمك يقول له عيشان. فهل شيخنا هذا التعويض أو هذا التأمين يجوز؟ لا يجوز، هو أيضا لا يجوز. الله يبارك فيك. شكرا شيخنا وأحسن الله إليك. على بركة الله نشرح في استقبال المكالمات من العاصمة. أبو بكر، السلام عليكم. الله. السلام عليكم خويا أبو بكر. وعليكم السلام أحمد. مرحبا بك سي أبو بكر. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يبارك. السلام عليكم الشيخ سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تفضل سي أبو بكر. الشيخ سعيد، عن قضية على كل حال، ماهوش سؤال يعني فقهي. أيوة. قضية تحتاج لجلسة صلح. نعم. أيوة. كنت منيت ممكن زعما نعرف في برنامج والصلح خير. لا بأس لا بأس. إلا أنه معليش مادام طيب أتيحت لنا الفرصة نتكلموا في. طيب سي أبو بكر. نعم. ما دام عرفت بطبيعة السؤال بارك الله فيك، احنا فقهيا أعطينا السؤال مباشرة، احنا مباشرة الانشغال كيف هو باش نجاوبوا عليه. فقهي خلي رقمك الهاتفي، وإن شاء الله شيخنا وزملائنا السيدة نجاة قراط في والصلح خير يهتموا بالقضية. تفضل. إذا نلخص القضية. أيوة.
هي قضية إشكال ما بين أم والابن أيوة. على منزل، يعني فناء منزل يحب يبني الابن هذا، عنده على كل مبنى فوق مبنى العائلة هي الزوجة الأولى، لكن زاد زوجة ثانية حب يزيد يبني، وهو على كل مش وحده يعني فيه 5 بنات وذكرين، هو تزوج وزاد زوجة ثانية. أيوة. حب يقيم لها بيت في فناء المنزل. أيوة. فناء المنزل هذا ماهوش كبير، يعني حاجة قليلة لا تسع للمبنى وللبستان كما يقولوا. أيوة. الآن الأم ترفض الزوجة الثانية هذه، ماهيش مرغوب فيها تماما، ترفض رفض قاطع، باش يعني تحاول كيفاش ما تجمعش ما بين الزوجتين الأولى والثانية، خوفا من مشاكل توقع بينهما. هذا السؤال واضح؟ واضح إن شاء الله. أيوة. لكن الابن استعمل القوة ودار مخطط وراه يبني حاليا، والمبنى، علما أن المبنى هذا الأم تحتاج على أنه يعيق أشعة الشمس والضوء على نافذة المنزل تاعها، المنزل تاع الأم والعائلة يعني. واضح. هذا الأرض هذا لمن مالكها؟ من المالك؟ العائلة كامل. يعني الأب متوفى ميت منذ 2007. 2007. إذن هذه التركة أصلا، هذا المال، هذا العقار نتاع الأب الله يرحمه، هما ما قسموش التركة هذه هكذا؟ ما قسموش التركة. واضح. واضح. ما تقسمش، إلا أنه البيت اللي سكنته الزوجة الأولى، يعني تعرف شغل عرفيا هكذا، وكأنه ما يقدروش يخرجوها من ثم. طبيعي. طبيعي. ايوه. يعني شغل خذا طابع انه يملك الطابق الاولى ذاك. واضح. سي بو بكر. أيوة. اتصور البنات الاخرين ولهم حقيه في طبعا المكان. نعم. يعني الان هل نلبيو رغبه الام اللي ما تحبش زوجه ثانيه تكون بجوار الزوجه الاولى، او هو يحتاج على انه ولي شرعي؟ طبعا هو ولي شرعي. نعم. يعني لكن مش وحده. واضح. يعني مش وحده. على كل فيه جلسه صلح هكذا عرفيه، لكن البنات شغل حقهم ما داوش حقهم يعني. واضح يا اخي بكر. ما هو الحل؟ هذا هو السؤال. إن شاء الله. واضح سي بكر، بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا، وخلي رقمك الهاتفي حتى يتواصل معك برنامج والصلح خير. تفضل شيخنا السعيد في الإجابة مباشرة قبل المكالمة الأخرى لأن فيه تفصيلات. أي نعم يا أخي بكر. أولا الجواب كالآتي. مدام باباك مات الله يرحمه في 2007، لذلك راكم في حالة شيوع الآن. معناه أول حاجة يخرجوا من حالة الشيوع، لأنه فيها زوجة اللي هي وفيها 5 بنات وفيها هناك ابنان. أيوة. إذن تتقسم هذه التركة وفق الفريضة الشرعية. هذه المرحلة الأولى. طيب الآن المرحلة الثانية، هذا الابن الذي أعاد الزواج، يعني صافي عنده زوجة أولى راهي عايشة معهم عادي، والعرف والشرع يقتضيان باش تبقى ثم شهية تخرج. صح. جاب زوجة ثانية وبغى يزيد يكمل، معناتها كون يجيب الثالثة يكمل، صافي كل ما يجيب زوجة يطلع في بغى يدير زوجة ثانية يدبر راسه، يروح يكري في مكان آخر، يروح يشري، فلا يجوز له أن يزاحم الورثة الشرعيين الآخرين بدعوى أنه وارث. هو وارث والآخرون ورثة. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأم هنا تستحق الاحترام. هي تقول باللي ما تبنيش أنا، ما يبنيش. ثم أن الفناء كما تقول يا أخي بكر أنه ضيق صغير، ثم أن البنيان هذا يمنع أشعة الشمس. هذه من قواعد العمران في الشريعة الإسلامية وحتى في القوانين الوضعية
أنه واحد ما يبنيش البنيان اللي يحجب عنه أشعة الشمس أو الضوء عن الجيران. هذا عن الجيران، وما أدرك عن أفراد العائلة الواحدة، وما أدرك إذا كانت هذه أما هذه ما. إذن الحل هو أنه لازم يسمع لماه. شوفوا الناس صالحين مؤمنين يقول يا فلان اتق الله واسمع راي الوالده نتاعك، وباغي دير زوجه ثانيه الله يعينك روح حوس دار واحده اخرى، وماذا بك يقسموا هذه التركه باش ما يكونش هناك يعني درءا لكل نزاع محتمل في المستقبل. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد واحسن الله اليك. اليكم مجددا مشاهدينا الكرام. بسكره اختنا ليلى، السلام عليكم. مرحبا بك، تفضلي بالسؤال وعذرا على التاخير عليك، توخرنا عليك. مع خويا اسمح لي راني ما لقيتش حتى باب نطبطب عليها غير بابكم. مرحبا مرحبا اختنا ليلى، تفضلي. راني عندي واحد 20 يوم هكاك دخلني الزوج تاعي في واحد الدوامه ما يعمل لها ربي سبحانه. لا حول ولا قوه الا بالله. خويا جاني يقول لي راني تعرفت على وحده، الزواج تاعي انا معاه 24 سنه. ايوه. وجا يقول لي انا تعرفت على وحده 23 سنه قد ولدي الكبير، ويقول لي تعرفت عليها وباغي نديها ما كان حتى حل من نجيبها ثلاث برقايتك ولا ماهيش برقايتك. ايوه. لازم نجيبها وفعلا. خويا انا شفت ما لقيت حتى حل، لقيت حتى حل نديرو. قبلت اختي كي قبلت سقسيت على الطفله هذه، سقسينا عليها قالوا لنا بلي ماهيش مليحه الطفله هذه اللي راك سمع فيا خويا. ايوه. كملي اختي ليلى. قالوا لنا بلي السمعه تاعها ماهيش مليحه. كي بغيت انا نواجهه ونقول له بلي الطفله هذه السمعه تاعها ماهيش مليحه، هو رافض ما يعطيكش لغه الحوار باش تحاور معاه، تقول له مثلا روح سقسي عليها، روح سقسي على الفامي تاعها، سقسي على العائله تاعها، رافض ما تبغاش خلاص هي فيها. من بعد نعطيك شح نقول لك خويا انا حابه نطلب حقي. ايوه. ما نقدرش ندخل وحده كيما هذه العائله تاعي. هو قال لي لازم تسكن معانا في مسكن واحد. تسكنوا في بيت واحد؟ هو حاب ان نسكنوا في بيت وحده. ايوه. شحال عندكم ذراري؟ انا عندي 5 معاه. الله يبارك لكم فيهم ان شاء الله. والله يا شيخ شرح نقول لك اعطوني حل ان شاء الله. اختنا ليلى، شيخنا السعيد يجمع الحمد لله بين القانون والشريعه، يوجهك التوجيه الحسن ان شاء الله ربي يقويك. طيب خلينا نسقسك سؤال ايماني، قادره تصبري اكثر؟ قادره توجهي؟ والله انا مش راح نقول لك، انا قلت اضمن لي حقي، قلت له انا عندنا منزل، قلت له كتب لي المنزل هذا بيع واشترى له فيه 5 شري فيه انا ولادي فيه 5. سامحي لي برك باش نسمع رجاء توفيق الصوت داخل الاستوديو. قلتي لي كيفاه البيت؟ قلت لك انا قلت له اذا كان نقبل لك ما كيحطني قدام الامر واقع. يكتب لك المنزل؟ يكتب لي المنزل ماهوش ليا، قلت له اكتبه لي الاولاد فيه 5. ايوه. قال لي القسمه هذا هذه ما فيش حاجه خلاص، انا ما نقدرش نضيع ولادي ولا يا ولادي ولا يا ولادي ولا ما فيش شرفي يا شيخ. انا كنت لاباس وكنت ماشيه بالله كنت ماشيه. طيب اختي ليلى، اختنا ليلى سامحي لي فقط، البيت هذا هل بنيتوه مع بعض، يعني شريتوه مع بعض او هو شراه فقط؟ والله لا نسمع كثيرا. نعم. ما سمعت شيخنا؟ لا لم افهم. لم نسمع. واش قلتي على البيت؟ قلت لك البيت هذا في 3. لا البيت نعم. البيت نتاعو هو. معليش اختي ليلى، حاولنا الدار تاعو. ايوه. طيب. الدار تاعو قلت له يكتبها الاولاد في 5. ايوه. طيب ملك الزوج. طيب ان شاء الله اختنا ليلى نجاوبك على هذا الانشغال، وربي يوفق لما فيه الخير ان شاء الله. انا قلت للشيخ يعطيني حل، يوجهني برك ينصحني برك، كون راني في عقلي ولا مانيش في عقلي. زيد تخلي رقم الهاتف تاعها. الله يبارك. لو خلصت القضيه احمد الله ينور. طيب اختنا ليلى ان شاء الله ربي يوفقك لما فيه الخير، واذا اردت مزيد ممكن شيخنا يتواصل معك بعد البرنامج يجاوبك على بعض المسائل ان شاء الله، وقد يكون فيها
صلح غالبا يوم الأحد قضايا هالسائل تذهب للصلح. خلي رقمك على الأقل هاتفي إن شئتي، وشيخنا السعيد يتواصل معك بعد البرنامج. شكرا جزيلا أختنا ليلى من بسكرة. سطيف عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيوخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سي عبد العزيز. لاباس الحمد لله، والله الحمد لله. أنا عندي سؤالين وفضيلة. تفضل سي عبد العزيز تفضل. السؤال الأول عندي العجوز والدتي. أيوة. مريضة مسكينة كل عام يعني تاكل رمضان هكذا وقال وسموا أنا عندي زنطة بزاف ومريض يعني من المبلغ تاع رمضان تعطيه لي تمثل لك تعطيه لي، هل ترى يجوز ولا لا يجوز؟ أيوة. وعندي سؤال ثاني، عندي بناء ريجي عطاوه لي في 2005. أيوة. وقعدوا نديروا المقاول، هذاك المقاول اللي خدم لي كلا صوار داك لي وخدمت كلش بيدي، وصوار راه داهم هو وقرني انا قعدت بين الصبي والرجال ما سكنت فيهم ما خدمتهم وبطال انا قاعد ما قلت لا ندير. قال ترى كيف السيد هذاك اللي دا صوار. أيوة. هذا المقاول هو اللي كان هو اللي عطى الكلفه النهار الاول. خدم لي ساعه ما خدمني بساعه، انا اللي خدمت بيدي انا وطفل خويا تسمى هو اللي بنى انا اللي خدمت عليه. هو حكم لي غدا على هاوطو ودا كل الصور ديهم. الله يهديه ان شاء الله. الله يهديه. 50 مليون ديهم. الله يهديه ان شاء الله. الله يهديه. والسؤال الثالث، تفضل سي عبد العزيز. كنت خدام في الأوبيجي عند مده 4 سنوات. أيوة. وجاو حبسونا بغير الكونترا مازالت ما كملتش وحبسونا وراحوا جابوا ناس اخرين يعني كبار في السن ودخلوهم نومهم طول. ايوه. ومن هذاك النهار من هذا النهار تخطى معايا في الشرع ما بين ليلتين، راحت ما بين تخطى طول من سنه 2000. ما عطاوني الحق، ما عطاوني، ما قلبوني الخدمه، يعني ترى واش تقول فيه. السلام عليكم وشكرا. وعليكم السلام سي عبد العزيز، ربي يقويك ان شاء الله ويبارك لك في الوليدات هذا، وان شاء الله شيخنا سعيد يوجهك لما فيه الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا. سكي كدا اختنا ساميه. اختنا ساميه السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير اخ احمد. مساء النور. مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء النور، مرحبا بك اخت ساميه تفضلي. وبك خويا الله يزيد فضلك. عندي سؤالين. السؤال الاول يعني على الجاوي كنت نبخروا به في الدار، هل حرام ولا ما حرام؟ ايوه ام لا؟ والسؤال الثاني، ما حكم المراه اللي تلبس المحجبه اللي تلبس السروال؟ السروال تدير ان كوستيم بصح يكون عريض، حب نقول لك. وعلى المرأة المعتمرة كذلك، المرأة اللي دارت عمرة وتلبس السروال، ما حكم الدين في ذلك؟ شيخنا وشكرا. واضح اختنا ساميه، نجاوبوك ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك اخت ساميه. من سكيكده الى اين اخيرا؟ احمد العاصمه. السلام عليكم احمد. السلام عليكم اخ، تحيه ليك وللاستاذ. الله يحييك سي احمد، مرحبا تفضل. والله عندي سؤالين حبيت نسال الشيخ عليهم. تفضل. الرواتب وكيف تأديتها بعد الفرائض؟ واضح. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل تجوز صلاه الفجر الا بالفاتحه؟ تقصد السنه الرغيبه ولا الفرض؟ لا السنه. ايوه صلاه ايوه. هذا مكان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يبارك فينا وفيك سي احمد، يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. هلا سهلا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شيخنا السعيد، نبدأ أولا بدوامة أختنا ليلى التي عاشت مع زوجها سنوات، تقريبا 23 سنة. اليوم يفكر في زوجة ثانية، هي تشعر بالقلق، تريد النصيحة. تقول أن هذه القادمة إلى بيتها يقال أن لديها سمعة سيئة لا قدر الله، نحن لا نعلم،
وتقول هي تخشى على عائلتها وعلى تفككها إلى غير ذلك. الزوج يصر على أن يسكن الوافدة الجديدة بيته مع أولاده، طلبت أن يكتب البيت باسم الأولاد حتى يضمن كما تقول حقهم، فقال أنا كفيل بضمان حق أولادي وأنا أعرف كيف أضمن هذا الحق. السيدة في قلق وتريد أن تستنصحكم دينا ودنيا. نعم. أختي ليلى، أولا الإشكال الكبير دائما، اليوم تحدثنا في مقدمة اللقاء عن قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان الإنسان يستحضر معية الله سبحانه وتعالى، يتقي الله في أقواله وتصرفاته، لا شك أنه يعمل ويجتهد لتوافق أعماله شريعة الله، مصداقا لقوله تعالى في سورة الجاثية الآية 18: ما يلفظ، في قوله تعالى في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإذا رجعنا إلى موضوع التعدد، كاين نصوص في تعدد الزوجات راهي موجودة في القرآن الكريم، وموجودة أيضا أحكام قانونية راهي موجودة في القانون تاعنا، قانون 411، خاصة في المادتين، المادة الثامنة والمادة الثامنة مكرر. معلاش باش ما نطولش في ذكر المراجع، نروح مباشرة إلى الهدف. الله يبارك، عنده أولاد، 5 أولاد، وراه مرتاح ما شاء الله، ويفكر فباش يجيب طفلة صغيرة، يعني طفلة صغيرة بعمر ابنه الأكبر، في عمر ابنه الأكبر. يعني هذه كارثة من الكوارث، يعني قلها بملء الفم، بملء الفم. إذا كان عندنا بين قوسين في الجزائر وفي المجتمع الإسلامي ككل، مجتمع البشري، حتى نتكلموا على المجتمع الإسلامي بالذات، فيه ظاهرة نتاع البنات اللي ما لقاوش الزواج، أنوثة راهي واضحة. هذا أمر يؤلمنا، ولكن هي مسؤولية الجميع. ما يجيش واحد عنده 60 سنة كي بغى يتزوج يروح يتزوج واحد عندها 20 سنة ولا 25 ولا 30 سنة. لا، غلط غلط. مانيش نقول من ناحية الإباحة والجواز وكذا، ماهوش أو الحظر. أنا نتكلم يعني يا المسلم اللي على باله باللي يجي نهار يموت، يعني ولا يخلد في هذه الدنيا، ما هي إلا أيام قليلة وسنوات قليلة ونزول. علاش الإنسان ما يفكرش تفكير آخر؟ بغى يتزوج زوجة ثانية، تزوج اللي عندها 50 سنة، اللي عندها 55 سنة، اللي عندها 48 سنة، زوج قدك يعني. بارك الله فيك. هذا من جهة. وبعض الناس يستغلون ما أعطاهم الله عز وجل من قوة أو من سلطان أو من سلطة أو من مال أو من مركز اجتماعي معين، يستغلوا هذه الأمور استغلالا سيئا تماما، تعويض نفسي. بارك الله فيك. ويروحوا بعدين يتزوجوا صغار وكذا. خليوا هذه البنات الصغار وساعدوهم باش يتزوجوا بالصغار. يا أصحاب المال عاونوا الناس العزاب باش يتزوجوا، عاونوا العازبات باش يتزوجوا، وهكذا. يعني هذا عنده زوجة، عنده 5 أولاد، واش بغى هذا الإنسان؟ يروح يعبد ربي على روحه، ويروح يذكر ربي سبحانه، ويشغل روحه بأمور أخرى نتاع الطاعات والعبادات والسلام. وأكثر من ذلك يروح يجيبها داخل الدار، معنى مخالف في ذلك نصوص القرآن الكريم. وربي سبحانه أمر، قال ربي سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. بعد تحدث الله عز وجل عن العدل، وبعدين قال فواحدة. يعني بلا ما نقرأ كل الآيات نروح مباشرة إلى الشاهد. معنى يلي ما يقدرش يدير العدل، ما عندوش إمكانات باش يحقق مقتضى العدل كما هو منصوص عليه في القرآن والسنة،